حاجة واحدة بس بسيطة لو عملتيها ابشر يا ستي بالرزق الوفير والخير والبركة والعطايا وكل حاجة جميلة في الدنيا، بالعطاء بدون حساب، لانه الودود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكي آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني وأول مرة تسمعي لي فيديو اشتركوا وتابعيني. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن حاجة جميلة جدا، عن اسم الله الودود. عارفة يعني إيه الودود أصلا؟ يعني هو المحب لمن يحب ومن لا يحب. شفتي يعني إيه الودود؟ يعني المحب للي بيحبه واللي مش بيحبه، بيتودد لنا بالمواهب والحاجات الجميلة والعطاءات والرزق الوفير، وهو أغنى الأغنياء. مش بيديكي عشان مقابل، عشان انت تعملي حاجة او انت عشان تديله حاجة، لا. انت لو عبدت ربنا حق العبادة او كده لنفسك مش لربنا. ما زاد ذلك من ملكه شيء. نعرف يعني ايه الودود تاني. معطي لمن لا يستحق ما لا يستحق. شفتي الودود جميل ازاي؟ يعني بيدي للي ما يستحقش حاجة هو ما يستحقهاش اصلا. طب هقولك على حاجة. تعالي شوفي في واحد بيصلي ليل نهار وبيدعي يا رب نرزقه بالذرية الصالحة في ضفر عيل، وواحد تاني مع عيال وعاملين له دوشة كده ومش عارف يقعد بيهم. تعالي شوفي عاملين له وش وهو مش بيصلي. شفت الودود؟ يعني ربنا كرمه ورزقه بطفل واطفال، رزقه باطفال رغم ان هو كمان مش بيصلي. عرفتي بقى ان هو الودود، ان هو بيعطي لمن لا يستحق ما لا يستحق. تمام؟ هو اغنى الاغنياء، مش محتاج منك حاجه. فاحنا نبص على كل النعم اللي في حياتنا والحاجات الحلوه جدا اللي في حياتنا اللي ربنا انعم بها علينا. الشيطان ما يخليكيش تبصي للوحش بس، الشيطان اللي بيخليك بتبصي للحاجه اللي ناقصه، بتبصي للناقص بس، ما تبصيش للكم النعم اللي انت فيها وانت مش واخده بالك منها. حاجة بسيطة خالص. يعني لو روحتي المستشفيات وشفتي اللي هناك هتفضل تحمد ربنا ليل نهار على حالتك الصحية وعلى الصحة والعافية اللي انت فيها. لو روحتي شفتي واحد بيغسل كلى هتفضل تحمد ربنا وتقولي اللهم لك الحمد على نعمة الصحة. لو روحتي شفتي واحد كام أنبوبة أكسجين عشان خاطر يتنفس هتروحي وتحمد ربنا وتقولي اللهم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعمة التنفس بدون أي حاجة. أنا عزيزة يا رب بيك. العزيز يعني مش محتاجة لحد، مش محتاجة الأنبوبة أكسجين إن أنا أتنفس. ده من فضل وكرم ربنا علينا بنتنفس كده. نايمة في بيتك ونايمة على سريرك وبتتنفسي عادي، تحمد ربنا. دي نعمة ولا مش نعمة؟ ما تحسيش بالنعمة اللي انت فيها غير لما تفقديها. اول لما يجيلك شوية برد هتعرفي فعلا ان الصحة دي تاج على رؤوس الاصحاء فعلا. يبقى الحاجة اللي نتعلمها النهاردة نقول يا ودود يا ودود يا. واحدة هتيجي تقول لي طب اقولها كم مرة واقولها امتى؟ لا، في اي وقت وباي عدد، بس تقوليها وانت مستشعرة الكلمة نفسها يا ودود. يعني تحسي كده وتتخيل ان ربنا بينزل عليك من الود والرحمة والرزق والسعادة والنفس المطمئنة وراحة البال وكل حاجة حلوة في الدنيا. تستشعري يا ودود يا ودود، تحسي ان انتي بتشحني نفسك طاقة ايجابية كده وانت بتقولي يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. تمام؟ مين اللي لما بتعصيه بيسامحك؟ الودود. انت لو اذنبتي ذنب واستغفرت ربنا هيسامحك، هيغفر لك. ان الله يغفر الذنوب جميعا. مش فرض عليه انه يدي الواحد نعم وكده وهو بيعصيه او هو مش بيصلي، هو مش بيصوم. مش فرض عليه انه يدي النعم دي، لا. ده ود. حتى ربنا لما اتكلم في العلاقه الزوجيه ما بين الزوجين قال وجعل بينكم موده ورحمه. الود ده اللي هو ما تقفوش على بعض على حاجه. انا هعديله عشان انا بحبه، انا هعدلها عشان انا بحبها. تمام؟ هو ده الود. انا مش محتاج منها حاجه، ده هو انا بحبها. تمام؟ فالودود اللي هو المحب لمن يحب ومن لا يحب. تلاقي مثلا الناس اللي مشركه بالله اغنياء ومعاهم فلوس وهم اصلا مش مسلمين، بس هو ربنا كده ودود. حتى لو مشركين بالله او ودود وبيديهم وبيعطيهم. الرزق ده من عند ربنا طبعا. اللي كل ليله بينزل للسماء الدنيا بيقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه. وانتي فاكره ان هي بس مستنيه ليله القدر
اللي هي تيجي في رمضان لل27 عشان خاطر تدعي بكل حاجة انت عايزاها. بس هو ربنا بياخدك على قد عقلك برضه، بيستجيب لك في ليلة القدر. بس خليك عارفة ان ربنا بيتنزل للسماء الدنيا كل ليلة قبل الفجر. بصي بقى، محتاجة اي حاجة في الوقت ده اقعدي معاه واتكلم معاه وقولي له. يبقى نستشعر اسم الله الودود واحنا بنقولها كده، نستشعر نعم وجود ربنا علينا والنعم اللي غرقانين فيها. معاكي زوج صالح فدي نعمة، عندك بيت ملك ليكي فدي نعمة، في ناس قاعدة ايجار، اولاد هاديين وشطار ومتفوقين فدي نعمة، بصحة وعافية وولادك كويسين ومش متبهدلة بيهم في المستشفيات فدي نعمة، عندك القوة والصحة انك تعملي حاجتك بايده وما تحتاجيش لحد فدي نعمة. افضل ود ربنا بيتودد لنا بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلي عليه. ربنا بيقول في القرآن على سيدنا محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو سيدنا محمد كده حاجة جميلة كده، فدي ايه؟ دي من اللي خلق سيدنا محمد؟ الله عز وجل. فتودد لينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتصف باخلاقه، نشوف كان بيتصرف ازاي، نشوف كان بيدعي بايه وندعي بيه، نشوف كان بيتعامل ازاي مع المواقف اللي بتحصل في حياته ونطبقها احنا في حياتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك ما تنسيش اللايك وشير واشتراك لو اول مره تشوفيني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.